كان اكو تاجر كلش غني، وهذا التاجر اشترى خروف من القصاب وراح يشوي الخروف، ودقه بالتوابل والملح وكل النكهات الطيبة. بعدها اشترى صندوق كلش حلو ومزين مصنوع من أجود أنواع الخشب، وحط الخروف بداخله وقفل الصندوق زين، وبعدين راح وذب الصندوق بالبحر. مرت الأيام والشهور وصار شي مكان بالحسبان. التاجر خسر كل فلوسه وتجاراته وأفلس، وصار يتنقل من مدينة لمدينة يدور على أحد يساعده، بس بلا فايدة. ومضت سنين وهو عايش بهالحالة. بيوم من الأيام وهو يتمشى بين الأسواق، شاف بمحل واحد من كبار التجار صندوق حلو ومزين يشبه كلش الصندوق اللي هو رماه بالبحر، وكان مكتوب عليه: اللي يعرف شنو كان داخل هذا الصندوق إلى نص أملاكي. راح التاجر لصاحب المحل وقال له: سيدي، أني أعرف شنو كان داخل هذا الصندوق. رد عليه صاحب المحل: إذا كلامك صحيح أنطيك نص أملاكي. قال له: جوا هذا الصندوق كان أكو خروف مشوي متبل وملح، والصندوق كان مشمور بالبحر ومسدود بأحكام. اندهش التاجر وقال له: بالله عليك شلون عرفت؟ كلامك كله صحيح. رد عليه: يا سيدي، هذا الصندوق أنا اللي رميته بالبحر، والخروف أنا اللي حطيته جواته. وبدأ يحكي له القصة من أولها. هنا قال له صاحب المحل: اسمعني زين، صندوقك هذا وخروفك أنقذوا حياتي وحياة جماعة من التجار وياي. وبدأ يحكي قصتهم وقال: احنا كنا مجموعة تجار، وسفينتنا غرقت بنص البحر وضيعنا، لا أحد يساعدنا ولا أكل عدنا، والأمواج رمتنا على جزيرة صغيرة بيها أشجار بس ما بيها أكل. وبمشيئة الله لقينا صندوقك، ومن فتحناه شفنا الخروف جاهز للأكل مملح وأنقذنا من الموت. وكمل وقال: قررت آخذ الصندوق وأدور على صاحبه، واليوم من لقيتك هذا نص أملاكي أقدمه إلك، لأن اللي سويته عظيم وما ينوفي بثمن. رجع التاجر لبيته وهو محمل بالخير والفلوس، وقال لزوجته: صدق لو قال أبو المثل: سوي زين وذب الشط.